السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم والليكتشر نمبر 29 in an accounting sciences. النهاردة في الليكتشر 29 هنستكمل موضوع الفيكسد assets أو الأصول الثابتة اللي هي ال IAS number 16 أو ال EAS number 10. في بلاي ليست طبعا نجمع موضوع الفيكسد اسيتس من اول محاضره لحد اخر محاضره وصلنا لها النهارده. وفي بلاي ليست برضو خاص بكل موضوع تم تناوله في هذه القناه. عندنا برضو في القناه دي في بلاي ليست زي ما قلت لحضراتكم. طبعا مجمع المحاضرات من ذا فيرست ليكتشر تيل ذا ليكتشر نمبر 29. مجمع المحاضرات من اول محاضره تم تناولها حتى آخر محاضرة وصلنا إليها بالترتيب. لو في أي استفسار عند حضراتكم طبعا أنا بتلقى استفساراتكم على التعليقات في القناة أو على الرقم الواتساب اللي هو 012 22 88 22 05. نيجي نبدأ محاضرتنا النهاردة. هنتناول طبعا شكل سجل الأصول الثابتة اللي هو الفيكسد اسيد ريجسترينج او تسجيل الاصول الثابته. سجل الاصول الثابته ادي امام حضراتكم اهو شكل السجل بتاع الاصول الثابته. بيبقى مكون من حوالي 9 اعمده كده او 10 اعمده. اول عمود بيكون خاص بالمسلسل العمليه او رقم العمليه اللي هو السيريس، والعمود التاني بيكون خاص بالديت او تاريخ العمليه. بعد كده هو بنكتب البيان او الستيتمنت بتاع العمليه اللي بتتم. وبعد كده هو الكوست اوف ذا فيكسد اسيد اللي هي التكلفه التاريخيه للاصل الثابت او ثمن شراء الاصل الثابت، او طبعا ثمن شراء الاصل الثابت زائد كل ما انفق على هذا الاصل الثابت حتى يصبح صالحا للاستخدام او معدا او مجهزا للاستخدام. بعد كده هو عندنا الديبريشيشن ريت معدل الاهلاك. بعد كده هو عندنا الاكيوميليتد ديبريشيشن at the first period او at the beginning of the period. بيبقى عندنا مجمع الاهلاك في بداية الفترة. بنحسب بعد كده هو الديبريشيشن ريت تايمز الديوريشن اوف يوز اللي هي عادة بتكون سنة تايمز الكوست اوف ذا اسيت التكلفة التاريخية للأصل الثابت بيعطينا الديبريشيشن اكسبنس. يبقى العمود اللي بعد كده هيكون الديبريشيشن اكسبنس مصروف الإهلاك. جبناه ازاي؟ طبعا خدنا الكوست اوف ذا اسيت الكوست اوف ذا فيكسد اسيت تايمز الديبريشيشن ريت اللي هي 10% اللي قدام حضراتكم هنا فور اكزامبل على سبيل المثال، تايمز الديوريشن اوف يوز مدة الاستخدام اللي هي عادة بتكون سنة أو 1 year. طبعا بيدينا الديبريشيشن اكسبنس بيدينا مصروف الإهلاك. بنيجي نجمع الديبريشيشن اكسبنس بلس الاكيوميليتد ديبريشيشن at the beginning of the period مصروف الإهلاك زائد مجمع الإهلاك في بداية الفترة بيعطينا مجمع الإهلاك في آخر الفترة. يبقى العمود اللي بعد كده هيكون ال accumulated depreciation at the end of the period مجمع الإهلاك في نهاية الفترة. بنيجي ناخد ال cost of the fixed asset التكلفة التاريخية للأصل الثابت. نطرح منها ال accumulated depreciation of the fixed asset at the end of the period. نطرح منها مجمع الإهلاك في نهاية الفترة. يعطينا صافي القيمة الدفترية للأصل الثابت يدينا net book value of the fixed asset. يعطينا في العمود الأخير هيبقى net book value of the net of the fixed asset net book value of the fixed asset. يبقى جبناها ازاي؟ عن طريق ال cost of the fixed asset او ال historical cost of the fixed asset التكلفة التاريخية للأصل الثابت. طرح منها طبعا
ال accumulated depreciation at the end of the period. يبقى التكلفة التاريخية طرح منها مجمع الإهلاك في نهاية الفترة، أعطانا صافي القيمة الدفترية للأصل الثابت أو النت بوك فاليو أوف ذا فيكسد أسيت. تمام يا جماعة، الجدول مفهوم كده قدام حضراتكم. ده سجل الأصول الثابتة اللي هو الفيكسد أسيت ريجسترينج بوك، اللي هو سجل تسجيل الأصول الثابتة، الفيكسد أسيت ريجسترينج بوك، فيكسد أسيت ريجسترينج بوك اللي هو سجل التسجيل للأصول الثابتة. ادي الكوست اوف ذا اسيد اهو زي ما قلت لحضراتكم، عادي جدا مفيش اي حاجه. رقم العمليه، التاريخ، طبعا البيان، كل ده كلام عادي جدا. لازم طبعا بيتكتب رقم العمليه، بيتكتب تاريخ العمليه دي، بيتكتب البيان بتاعها التوضيحي، تكلفه شراء الاصل الثابت، الديبريشيشن ريت، المعدل الاهلاك اللي هيتحسب عليه الديبريشيشن اكسبنس، مصروف الاهلاك. بيبقى عندنا طبعا المجمع الاهلاك طبعا في بدايه الفتره at the first period، وبعدين بنجيب بقى depreciation expense، بناخد ال cost of the fixed asset times ال duration of use اللي عادة بتكون 1 year، طبعا في ال depreciation rate اللي هي 10%، فبيعطينا طبعا ال depreciation expense. بنيجي نجمع ال depreciation expense plus ال accumulated depreciation، بيدينا ال accumulated depreciation at the end of the period، مجمع الإهلاك في نهاية الفترة. بنيجي بقى نعمل ال cost of the historical cost أو the cost of the fixed asset minus ال accumulated depreciation at the end of the period. يبقى بنعمل التكلفة التاريخية للأصل الثابت ناقص المجمع الإهلاك آخر الفترة، بيدينا صافي القيمة الدفترية للأصل الثابت أو the net book value of the fixed asset. نيجي ناخد اكزامبل كده، مثلا العملية رقم 1 اللي اوبريشن نمبر 1. هنا مثلا الكوست اوف ذا فيكسد اسيت كانت طبعا هنا القيمة بال1000، القيمة بال1000 جنيه. يبقى هنا عندنا الكوست اوف ذا فيكسد اسيت كانت 1000 او كأنها 1 مليون، والديوريشن ريت طبعا 10%. هنا دي أول سنة للأصل الثابت، أول سنة يتحسب له إهلاك، وعشان كده ال accumulated depreciation مجمع الإهلاك at the beginning of the period. طبعا في بداية الفترة كان مجمع الإهلاك بيساوي 0. طبعا هنيجي نحسب مصروف الإهلاك depreciation expense 10% times ال 1 year times ال 1 million equal 100,000. ده ال depreciation expense. هنجمع ال 100 دي اللي هي ال 100,000 بلس الزيرو اللي هو ال accumulated depreciation at the beginning of the period، مجمع إهلاك بداية الفترة، هيدينا مجمع إهلاك آخر الفترة ال accumulated depreciation at the end of the period اللي هي هتطلع 100,000. هنيجي نجيب ال net book value of the fixed asset. هناخد ال cost of the fixed asset اللي هي كانت ب 1 مليون اهي minus ال accumulated depreciation at the end of the period، مجمع الإهلاك في نهاية الفترة اللي هي ب 100,000، 1 مليون minus 100,000. هيكون ال net book value أو صافي القيمة الدفترية للفيكسد أسيد للأصل الثابت هتكون 900,000. وهكذا الحال بالنسبة لباقي العمليات في التيبل اللي أمام حضراتكم. ده باقي العمليات اللي في الجدول اللي أمام حضراتكم، أو سواء كانت الأوبريشن نمبر 2 أو 3 أو 4. في الآخر بنعمل طبعا توتال للكولم بتاع الكوست اوف ذا فيكسد أسيت، وبنعمل برضو توتال للأكيوميليتد ديبريشيشن at the end of the period، وطبعا بنجيب برضو التوتال بتاع النت بوك فاليو اوف ذا فيكسد أسيت. لو جينا خدنا التوتال بتاع النت بوك فاليو اوف ذا فيكسد اسيد، هو لو عملنا هيطلع نفس الرقم لو كنا خدنا الكوست، التوتال بتاع الكوست اوف ذا فيكسد اسيد ماينس التوتال بتاع الكولم بتاع الاكيوميليتد ديبريشيشن للاند اوف ذا بيريود، هيدينا نفس الرقم اللي هو 3,301,000. تمام يا جماعه.
in this register يعني في هذا التسجيل، أو بيكون اللي حضراتكم شايفينه الشكل السابق ده. ده يا جماعة بيكون شكل التسجيل لسجل الأصول الثابتة. بيكون طبعا عادة بيبقى مخصص صفحة لكل أصل ثابت. يعني الشكل ده يا جماعة بيكون مخصص لكل أصل ثابت، بيكون أو لكل بند من بنود الأصول الثابتة بيكون لها صفحة مخصصة بالشكل أو التيبل اللي أمام حضراتكم في الشاشة ده. in this register يعني في هذا السجل، في هذا السجل اللي هو سجل الأصول الثابتة الفيكسد assets. A page is for each asset item in the form of the previous model. These assets items are يعني بيكون في صفحة في السجل مخصصة لكل نوع من أنواع الأصول الثابتة. نفس الجدول ده بيكون لكل بند من بنود الأصول الثابتة اللي هي عبارة عن إيه. طبعا احنا خدناها اللي هي بتكون البيلدينجز أو الكونستراكشنز، المباني والإنشاءات. البيلدينجز أند كونستراكشنز اللي هي المباني والإنشاءات، لها جدول مخصص زي كده في كل عملية بتتم خاصة بالمباني والإنشاءات، وتاريخ العملية، ومجمع إهلاكها في بداية الفترة، وطبعا مصروف الإهلاك ومعدل الإهلاك، ومجمع إهلاك آخر الفترة، وصافي القيمة الدفترية. وأيضا بتكون في صفحة تانية خاصة بالماشينز الآلات، التولز اند equipment الآلات والمعدات، العدد والأدوات، بالبيلدينجز اند كونستراكشنز المباني والإنشاءات، الماشينز الآلات، التولز اند equipment العدد والأدوات، المينز اوف ترانسفيرز اند ترانسبورت اللي هي وسائل النقل والانتقال. وايضا بيكون في صفحة مخصصة اخيرا للفرنيتشر اند اوفيس ايكويبمنت الاساس وطبعا التجهيزات المكتبية. فرنيتشر اند اوفيس ايكويبمنت اللي هي الاساس والتجهيزات. نيجي بقى لنقطة جديدة في غاية الأهمية ومهمة جدا لكل محاسب إن هو يكون عارفها، ودايما السؤال ده بيطرح عادة في المقابلات الشخصية. The difference between a revenue expense and the capital expense. الفرق بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي. ما الفرق بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي؟ revenue expense اللي هو المصروف الإيرادي، والكابيتال اكسبنس اللي هو المصروف الرأسمالي. يبقى the difference الفرق between revenue expense اللي هو المصروف الإيرادي and the capital expense اللي هو المصروف الرأسمالي. حقيقة لازم كل محاسب يكون فاهم الفرق بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي. بالبديهي جدا كده احنا كنا خدنا في مبادئ المحاسبة لو حضرتك تفتكر من ضمن ال principles وال assumptions of the accounting sciences كان عندنا مبدأ اسمه مبدأ المقابلة اللي هو الماتشنج برنسبل. مبدأ المقابلة اللي هو كان بيقول ان احنا دايما بنقابل المصروف بالإيراد، ولذلك اسمه مبدأ المقابلة أو الماتشنج برنسبلز. we match أو we compare the expense with the revenue during the accounting period. لذلك انت هنا هتيجي تبص تلاقي هنا من العنوان الريفينيو اكسبنس اللي هو المصروف الإيرادي. يبقى من عنوانه أو من اسمه المصروف الإيرادي يعني المصروف الذي ساهم في اكتساب الإيراد. المصروف الذي ساهم في اكتساب الإيراد ده اللي هو الريفينيو اكسبنس. ده بيتقفل طبعا في الحساب الختامي، والمثال على كده طبعا اللي هو مصروف الإهلاك. المثال على الريفينيو اكسبنس تمام اللي هو المصروف اللي هو المصروف الإيرادي اللي هو كل مصروف ساهم في اكتساب الإيراد. يبقى لما اجي اقول لك ايه هو الريفينيو اكسبنس، يبقى an expense اللي هو المصروف which shares in gaining revenue. an expense which shares in gaining revenue. an expense المصروف
which shares الذي ساهم، المصروف الذي ساهم in gaining في اكتساب revenue الإيراد، المصروف الذي ساهم في اكتساب الإيراد. تمام؟ يبقى هو ده تعريف ال revenue expense. الاكسبنس which shares يعني ساهم in gaining في اكتساب revenue، ساهم في اكتساب الإيراد. It closed in the final account يعني بيتم طبعا إكفاله في نهاية السنة المالية في الحسابات الختامية أو في قائمة الدخل income statement. تمام؟ أو في طبعا الحسابات الختامية. تمام يا جماعة؟ depreciation is considered revenue expense. مثال عليه طبعا مصروف الإهلاك. مصروف الإهلاك يعتبر طبعا من المصروف طبعا الإيرادي. يبقى depreciation is considered revenue expense، مصروف إيرادي. الإهلاك، مصروف الإهلاك يعتبر مصروف إيرادي. يبقى depreciation expense is considered as revenue expense. عندنا بقى الكابيتال اكسبنس اللي هو المصروف الرأسمالي. طبعا بيكون اي مصروف طبعا لشراء الاصل الثابت، بس لازم ينطبق عليه شرطين طبقا للمعايير المحاسبية. طبعا الاي اي اس والاي اي اس. الاي اي اس نمبر 16 والاي اي اس رقم 10، اي اي اس رقم 10 والاي اي اس رقم 16. قال في تو كونديشنز عشان يصبح ده كابيتال اكسبنس. ان لازم لو في اي مصروف انفق على الاصل الثابت ان هو طبعا يزود كفاءته الانتاجيه. لو زود كفاءة الاصل الثابت الانتاجيه في الحاله دي بيعتبر مصروف راس مالي ولا يعتبر من المصروف الارادي. الحاجة التانية ان هو كمان لازم يزود عمره الانتاجي. لو المصروف اللي انفق على الاصل الثابت ده زود العمر الانتاجي للاصل الثابت، كان مثلا مقدر للاصل الثابت ده 10 سنوات، ولكن لما اتعمل عمرة لهذا الاصل الثابت اصبح مقدر عمره الانتاجي 15 سنة. ففي الحالة دي بنعتبر هذا المصروف مصروف رأس مالي وليس مصروفا إراديا. يبقى مثلا احنا عندنا لو في صيانة اتعملت للأصل الثابت بتعتبر ريفينيو اكسبنس، لأن هو طبعا حاجة باظت في الأصل الثابت. عندنا من ضمن الأساس مثلا الطبعة بتاعتنا فيها حاجة باظت صلحناها، ففي الحالة دي بيبقى ده مصروف صيانة بيتحط في الريفينيو اكسبنس. العربية بتاعتنا اللي هي او اللوري اللي بينقل البضاعة حاجة باظت فيه فطبعا عطل، فطبعا عملنا له الصيانة، اشترينا له قطع غيار، رجع يؤدي نفس الوظيفة بتاعته تاني. ففي الحالة دي بيبقى مصروف طبعا صيانة لوسائل النقل والانتقال، وفي الحالة دي بيعتبر برضو revenue expense، مصروف إرادي. يبقى إذا لو اتعمل أو اتصرف مصروف عشان إصلاح الأصل الثابت إن هو يرجع يؤدي نفس وظيفته مرة أخرى، يبقى في الحالة دي بيعتبر ضمن العمر الإنتاجي للأصل الثابت. يبقى طبقا للمعايير المحاسبة الدولية اللي هي الاي اي اس رقم 16، او معايير المحاسبة المصرية اللي هي الاي اي اس رقم 10 اللي هي رقم 10، ان لازم يكون عشان نقدر نقول ان ده مصروف رأس مالي يبقى في شرطين يتحققوا. ان لازم الصيانة تؤدي الى زيادة العمر الانتاجي للاصل الثابت، او ان هو طبعا الصيانة اللي اتعملت دي تؤدي الى زيادة كفاءة الاصل الثابت الانتاجية. بدول الشرطين الاساسيين عشان نقدر نقول ان ده مصروف رأس مالي او كابيتال اكسبنس. يبقى the capital expense it is any expense spent يعني اي مصروف ينفق on a fixed asset على الاصل الثابت that leads to the following. اي مصروف ينفق على الاصل الثابت يؤدي الى ما يلي.
Number one, increasing the useful life of the fixed asset يؤدي إلى زيادة العمر الإنتاجي للأصل الثابت. Increasing يعني زيادة the useful life العمر الإنتاجي. useful life يعني العمر الإنتاجي. useful life يعني العمر الإنتاجي of the fixed asset. يبقى increasing the useful life of the fixed asset زيادة العمر الإنتاجي للأصل الثابت. يبقى number one, increasing the useful life of the fixed asset زيادة العمر الإنتاجي للأصل الثابت. Number two, increasing the productive efficiency of the fixed asset. Increasing the productive efficiency of the fixed asset زيادة الكفاءة الإنتاجية. productive الإنتاجية، efficiency الكفاءة of the fixed asset. يبقى زيادة الكفاءة الإنتاجية للأصل الثابت. increasing the productive الإنتاجية efficiency الكفاءة of the fixed asset. increasing the productive efficiency of the fixed asset زيادة الكفاءة الإنتاجية للأصل الثابت. زيادة الكفاءة الإنتاجية للأصل الثابت. يبقى عندنا إن any expense spent on a fixed asset that leads to the following is called إيه بقى؟ capital expense. ايه هم بقى الحاجتين دول اللي بيبقى في الحاله دي لو انفقت على الفيكسد اسيد يبقى يصبح كابيتال اكسبنس. المصروف ده يصبح مصروف راس مالي. increasing the useful life of the fixed asset يؤدي لزياده العمر الانتاجي للاصل الثابت. increasing the productive efficiency of the fixed asset زياده الكفاءه الانتاجيه للاصل الثابت. تمام يا جماعه، دي نقطه مهمه جدا 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 جدا. أرجو إنها تكون واضحة لحضراتكم وبقت واضحة لحضراتكم جميعا إن شاء الله. نيجي ننتقل بقى لحاجة تانية. في example هنا assuming that the company's car was repaired and an amount of 1000 pounds was spent on it. بيقول لحضرتك افترض إن عربية الشركة تم إصلاحها was repaired يعني تم إصلاحها and an amount of 1000 pounds was spent on it وتكلفت الحقيقة مصاريف الإنفاق على هذه أو على إصلاح هذه السيارة مبلغ 1000 جنيه. Is this expense considered a revenue expense or a capital expense؟ هل يعتبر هذا مصروفا إيراديا أم يعتبر مصروفا رأسماليا؟ لو الحقيقة يا جماعة إن ال1000 جنيه دي صرفت على السيارة لإصلاحها لتؤدي نفس الوظيفة التي كانت تقوم بها قبل إصلاح هذه السيارة، في الحالة دي يبقى revenue expense مصروف إيرادي. أما لو أدت إلى زيادة كفاءة السيارة الإنتاجية أو زيادة عمرها الإنتاجي هيصبح capital expense مصروفا رأسماليا. تمام يا جماعة؟ The amount of 1000 pounds is considered a revenue expense. في حالة المثال ده ال1000 جنيه هنا يا جماعة الحقيقة بتعتبر مصروفا إيراديا and is included under expense in the company's car maintenance expense. طبعا هنا بيكون مصروفا إيراديا وبيعتبر في هذه المنشأة ضمن المصروفات تحت مصروفات الصيانة. يدرج في مصروفات صيانة وسائل النقل والانتقال. تمام يا جماعة؟ maintenance expense اللي هي مصروفات الصيانة اللي هي maintenance expense مصروفات الصيانة. يبقى ال amount of 1000 pounds دي considered تعتبر revenue expense تعتبر مصروفا إيراديا ويدرج طبعا under ال expenses في المصروفات في طبعا maintenance expense of the company's car في مصروفات صيانة وسائل النقل والانتقال. under the expenses in the company's car maintenance expense item يعني يدرج تحت مصروفات الصيانة في وسائل النقل والانتقال. تمام يا جماعة؟ يبقى ضمن مصروفات صيانة وسائل النقل والانتقال في هذه المنشأة. Any expense spent in order for the fixed asset
يعني أي مصروف أنفق على الأصل الثابت to return to performing the same function. طبعا أي مصروف أنفق على الأصل الثابت عشان يرجعه يقوم بنفس الوظيفة التي كان يقوم عليها قبل إصلاحه. في الحالة دي بيبقى revenue expense. الحقيقة يا جماعة أنا هكتفي النهاردة بهذا القدر، حتى لا أطيل على حضراتكم وأثقل على حضراتكم، وطبعا تكون المحاضرة خفيفة، وطبعا بناء على طلب حضراتكم إن المحاضرات ما تكونش طويلة وما تزيدش عن نص ساعة. طبعا وكمان عشان أساعد إن المعلومات طبعا ترسخ في ذهن حضراتكم. فالنهاردة هنكتفي بهذا القدر. إن شاء الله هننهي موضوع الفيكسد أسيد ده في المحاضرة القادمة. المحاضرة الجاية اللي هي lecture number 30 دي هتكون last lecture in the fixed asset. هتكون المحاضرة الأخيرة لموضوع الأصول الثابتة اللي هو المعيار الدولي رقم 16 في علوم المحاسبة ال IAS number 16 in an accounting sciences. إن شاء الله في المحاضرة القادمة هنبقى كده طبعا ادينا الموضوع ده حقه وشرحناه طبعا شرح كافي ومستوفي وواضح وببساطة طبعا لحضراتكم. وإن شاء الله هننهي الموضوع ده في الليكتشر نمبر 30. طبعا هنتناول في الليكتشر نمبر 30 when selling the fixed assets. هندي 2 examples على طبعا عندما تقوم المنشأة بالتخلص من الأصل الثابت عن طريق بيعه، كيفية المعالجة المحاسبية لذلك، ازاي نقدر نعالج محاسبيا عندما تقوم المنشأة بالتخلص من الأصل الثابت عن طريق عملية البيع، عن طريق بيعه ازاي نقدر نعالج ذلك محاسبيا. ده اللي هنتناوله إن شاء الله عن طريق 2 examples in the next lecture بإذن الله lecture number 30. إلى أن أراكم في المحاضرة القادمة، أتمنى لحضراتكم حظ سعيد، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.